خدها قاعدة، اللي هيفرقك مش بس شطارتك، اللي هيفرقك إيمانك إنك تستحق تكون في مكان أفضل. ستيب نمبر 6 وهي ان انت تبيل a strong LinkedIn profile. ناس كتير جدا ما بتهتمش بلينكد ان، however ان هو يعتبر دلوقتي الميل شانل للبيزنس والانترفيورز ان هم يدوروا بيه على الداتا بتاعتهم، خصوصا للتايتلز الكبيره سواء على الايميلز او لينكد ان. فمهم جدا ان انت تهتم ببروفايل لينكد ان بتاعك، تحط صوره تكون بروفيشنال، خلفيه بيضاء ولابس فورمال يستحسن طبعا. يفضل ان انت تابلاي السي في بتاعك ابديت على البروفايل بتاعك، ايه التايتل او البوزيشن بتاعك الحالي، اكسبيرينس بتاعتك حاول ان انت برضو تحطها، اذا خدت كورسز او شهادات اتاتشد برضو في البروفايل، ده هيحسن جدا من محركات البحث ان هي تخلي البروفايل بتاعك يظهر للناس اكتر او يظهر للانترفيورز اكتر. ستيب نمبر 7 ودي انا بشوفها مهمه جدا جدا، ان انت تقرا الجوب ديسكريبشنز بتاعه الشغل اللي انت بتلاقيه او بتعمل سيرش عنه. مهم جدا ان انت تبقى عارف الوظيفه دي ايه الريسبونسابيلتيز بتاعتها او ايه مهامها، عشان تقدر تقيم او تحدد هل الوظيفه دي هتكون مناسبه ليك ولا لا. ليه؟ لان في ناس كتير جدا بتابلاي على وظائف معينه وفجاه بتكتشف ان الجوب ديسكريبشن بتاعها مش مناسب خالص معاها، فبتضطر ان هي تريزاين بعد يومين او 3 من الجويننج ديت. ده طبعا بيخلي في السي في بتاعهم عدم استابيليتي. دي حاجات بتخوف جدا الاتش ارز والريكروترز من الشخص ده، لان احنا بنقيسها بحاجات كتير قوي، ان الشخص ده معرفش ابلاي على حاجه هو عايزها او مش عارف اصلا هو عايز ايه، حاجه من الاتنين. ففي الحالتين يعني حاجه بتخلينا نحط الكانديديت ده يعني as a rejected او ما نخليهوش اساسا as a shortlisted. تاني حاجه ان انت بتعلي التيرن اوفر قوي في الشركه اللي انت فيها، فانت بتدور لنفسك وبتدور الشركه اللي انت فيها. حاول تبقى عارف التايتل عموما عامل ازاي، ايه الكواليفيكيشنز، ايه السكيلز المطلوبه منك في البوزيشن ده، عشان ولا انت تتضر او تخسر وقت او مجهود او واتس ايفر، ولا كمان الشركه اللي انت هتروحها تخسر وقت ومجهود. نمبر 8 ان انت بقى تبدا تعمل سيرش على التايتل اللي انت ديسايدد ان انت تابلاي عليه، وتبدا ان انت تابلاي وتحط السي في بتاعك، سواء ان انت تبعت ايميل او سواء على لينكد ان تابلاي من البورت بتاع ايزي ابلاي او ابلاي بيدخلك على الويب سايت. تبدا ان انت تابلاي بالسي في بتاعك، ويفضل ان يكون عندك كفر ليتر. كتير بتشوف ان هو حاجه مش مهمه، لكن الكفر ليتر ده بيبقى عباره عن ملخص للسي في بتاعك. ده بيساعد جدا الاتش ار او الريكروتر ان هو يعرف نبذه بسيطه عنك، ليه عايز تقدم اصلا على الوظيفه دي في الكفر ليتر. ده بيخلي الاتش ار عنده باك جراوند ان انت شخص مهتم بالوظيفه دي وعايز تابلاي عليها وعارف الكومباني، مش فكره ان انت بتابلاي وخلاص على اي بوزيشن بيجيلك. ستيب نمبر 9 ان انت to be patient و don't give up. ما تستسلمش بسهوله، حتى لو انت ما لقيتش نتيجه فوريه او مش النتيجه اللي انت بتexpected، حاول تاني واسعى تاني. لكن اهم حاجه ما تفضلش واقف عند ستيب معينه، even لو انت حاسس ان الاوبورتيونيتي دي مش هي اللي انت بتحلم بيها 100%، بس شايف مثلا ان 70% منها هيبقى كويس بالنسبه لك في الفتره دي. take the chance ان انت تابلاي وان انت تبدا فيها. حاول ان انت within البيريد اللي انت تبقى قاعد فيها في الكومباني دي تاخد knowledge وتجين experience اكتر واكتر توصلك للهدف اللي انت عايز تحققه. نمبر 10 واخر ستيب واهم ستيب بالنسبه لي، help to be helped. ساعد الناس، حتى لو انت في فتره محتاج حد يساعدك ما تقولش لا ده انا محتاج حد يساعدني هساعد مين. بالعكس، ساعد الناس. لو لقيت حد بيدور على opportunity دور معاه اكنك بتدور لنفسك بالظبط. حتى ربنا بيقول الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ما تبخلش على حد بحاجه لو انت شايف ان دي فعلا ممكن تكون بتساعده او دي هتكون opportunity كويسه ليه وهي رزقه، وانت كمان ابلاي عليها عادي مفيش مشكله. واللي رزق التاني فيكو هتجيله، يعني محدش هياخد رزق حد. فربنا يجعلنا يا رب من الناس اللي بتساعد غيرها وربنا بيساعدها. شكرا ليكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي كومنت ولايك، ولو عايزين فيديو زي دي تانية قولوا لي. شكرا.